أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيت الخال. وزي ما عودناكم إن برنامجنا بيبقى فيه أصدقاء كتير وناس معانا بنستضيفهم، بس أنا النهاردة هقدم البرنامج مع دكتور شادي بس أو خالو شادي، عشان في موضوع مضايقني جدا عايزة أناقشه فيه. طبعا هو متضايق إن أنا بادئة إن أنا أقدم الحلقة، بس يلا معلش هديله إيه يتكلم شوية كده. ازيك يا خالو شادي؟ البرنامج اسمه بيت الخال. بيت الخال ما الخال والد. الخال يتكلم. لا الخال والد يتناقش. يا سيدي هسيبك تختم انت الحلقه. بيت الخال. هسيبك تختم انت. يعني انا ارحب وانا افتح الباب والناس تخش والناس تمشي. طب استنى بس الخال. عشان انا في موضوع مضايقني قوي بجد. قولي لي بعد ايه بقى، بعد ما غمتيني قولي. يعني ما رضيتش اجيب معانا حد النهارده ولا نستضيف حد عشان الموضوع ده. ما حضرتك استويتي على البرنامج، يلا الحمد طبعا لله. يعني عندك مانع؟ دي منى يا جماعه، 100,000 مشاهده في كل حلقه، هي دي. لا اله هي الا دي. الله. طيب قعدت تقول 100,000 مشاهده 100,000 مشاهده، كويس انك فتحت الموضوع ده. انا الموضوع اللي مضايقني جدا موضوع الترندات. يعني كل يوم الصبح مثلا او ما افتح التليفون كده، افتح الفيس شويه، اي حاجه خاصه بالسوشيال ميديا. ده مقلق. ايه مثلا اقرا اخبار، اقرا حاجه، ابص الاقي في ترند طالع، ممكن يكون له ترند ملوش اي 60 لازمه. عمري في حياتي ما شفت ترند كده قوي طالع او حاجه، لا سواء مشاهير او مش مشاهير، هو الترند اي حد بيعمل اي حاجه بيطلع على السوشيال ميديا. طب معلش بقى موضوع مؤذي جدا. طب عشان بس افهم منك حاجه الاول، اتفضل. انت قصدك بكلمه قوي في مشاهداته، ولا قوي انك عايزاه ذو قيمه؟ عايزه ذو قيمه، عايزه اشوف مثلا ترند العالم، ترند لحد عمل حاجه، ترند لحد اخد ميداليه في حاجه. انما كل الترندات ملهاش اي لازمه. ده مش عارفه واحد انطرد من مكان، ده ترند مش عارفه ايه، حاجات كلها ملهاش لازمه. انا بقيت بجد بستاء جدا ان انا افتح الفيس الصبح او اي حاجه، ان انا اشوف اي اخبار من كتر الحاجات اللي بشوفها. انت شايف ان الموضوع ده يستحق ان احنا نفتحه بقى ونتكلم ونجيبش حد فيه؟ طبعا والله مش بهزر، انت فعلا اثرتي موضوع قوي جدا. واسمحي لي يعني اقول لك بقى يا خالته. لا خالته. لا خلاص انا اسفه. لا بجد والله، اسمحوا لي يا جماعه اقول لكم بجد كلمه كده، واقول لك انت كمان كلمه. دعيني استرجع كلمه الزعيم عادل امام في فيلم عمارة يعقوبيان. قال ايه بقى؟ نحن في زمن المسخ. الزمن ملوش دعوه، احنا المسخ، احنا اللي بقى ذوقنا مسخ، احنا بقت كل حاجه مسخه، بقت كل حاجه سخيفه. كلامك صح. النهارده الترندات اللي حضرتك بتقولي عليها، كلمه ترند يعني حاجه اشتهرت وانفجرت وعملت بوم. بغض النظر هي كويسه ولا وحشه، المفروض الطبيعي تبقى حاجه كويسه، ما تبقاش حاجه تافهه ولا سفيهه ولا ضايعه، ولا مثلا بتحض الشباب على المعصيه والفسق والفجور والكلام ده، ولا بتضيع مستقبلهم، ولا مثلا بتدفعهم لاي حاجه خاطئه. بالعكس فيها قدوه. ما بيحصلش الكلام ده للاسف. يعني للاسف النهارده اصبح موضوع السوشيال ميديا معتمد فقط لا غير على شويه عناوين خايبه حرفيا، بيتاجروا فيها بايه؟ نقول باحلام الناس، وبيضحكوا بيها على الناس علشان خاطر لو في فيديو يتشاف، لو في خبر يتقرا كذا مره. ليه؟ عشان ده كله يدل على ان هم عملوا ارقام يكسبوا من وراها مثلا. تمام. اسمحي لي اقول لك ان مثلا كان في مره بيقول لك رجل عض كلب. رجل عض كلب، انا استفدت ايه من العنوان ده؟ اكيد ده ما حصلش، ولو حصل اكيد مش بالشكل ده. صح ولا انا غلطان؟ صح. طب هم عملوا كده ليه؟ فقط لا غير بيخلي الناس تخش على الموضوع عشان تقراه. الكارثه ان الموضوع بره الموضوع، يعني موضوع غير ده خالص. هم عاملين عنوان كده بس، اللي هو انت ادخل يستفزك فتدخل تفتح بالزبط. خلاص انت كده خدت المشاهده. والموضوع اصلا مش كده اصلا. سواء كملت او لا. انا في بقى هنا كارثه يا منى بتكلم بجد، ودي حاجه والله ما كنت محضر اكلمك فيها، بس فعلا والله بجد انا فعلا لسه حالا فاكرها اهو. دي مهزله، حسبنا الله ونعم الوكيل، ما يتقالش غير كده. لقيت عنوان اثرني انا شخصيا، عنوان حلو قوي. ان اكتشفوا دواء للسكر. انا راجل طبيب، انك تلاقيه دواء المرض السكري او داء السكري ده حاجه عظيمه جدا. معقوله ده يكون حصل وانا مش متابع؟ صعب ده يحصل. بس قلت انا اكيد مش ملم بكل حاجه في الدنيا، ممكن تكون فلتت مني. اجي افتح الخبر الاقي دكتور ما عندوش ضمير بيتلاعب باحلام الناس، وعامل اعلان ان هو ايه؟ احنا بنخسس حضرتك، فلما تخس لو انت داخل على سكر هنقضي على الاحتماليه ديت، لان فعلا السم تؤدي للسكر. لكن هل ده عنوان يصح؟ لا. شوفي كم مليون مريض سكر شاف هذا الاعلان وتعلق بقشايه والامل اللي خده، وبعدين نزل على فشوش في ثواني. يا دكتور حرام عليك، واللي ماسكين لك الاعلان بتاعك حرام عليك، واتق الله. وصدقني انت بتكره الناس فيك مش بتحبهم فيك. فكره فاشله، الاعلان فاشل فقط لا غير عشان يجيب مشاهدات. شيء سيء، واسمح لي اقول لك حقير للغايه.
طب انت ايه رايك بقى في البلوجرز بتوع الايام دول، بدون داعي ذكر اسمائهم يعني، اللي عاملين حياتهم على الملأ؟ معلش، ده صحت من النوم بيصور مراته وهي نايمه، قامت دخلت المطبخ تعمل حاجه بيصور كل حاجه. ايه رايك في الموضوع ده؟ بص يا بابا، هقول لك حاجه. احنا للاسف بقى عندنا هنا مشكلتين بعد اذنك. في مشكله تخص الناس ديت كاشخاص، وحاجه تانية تخصنا احنا في مجتمعاتنا بقى دلوقتي بقى بتحصل، اللي هو ايه؟ النهارده ممكن مثلا نلاقي اي حد بيعمل اي حاجه غلط، بيسرق مثلا، فيتقال عليها فهلوه. نلاقي مثلا واحده سوري في الكلمه لابسه عريان وجسمها مكشوف وبتاع، ويقول لك دي موضه او دي حريه شخصيه. نلاقي مثلا في سوري في الكلمه مسلسلات اعلاميه يعني تمام، يديك ايحاء ان مثلا البطله سوري في الكلمه ماشيه مع كذا راجل سوري في الكلمه في وقت واحد، ومطلعها لك انها مظلومه، انها مش عارفه هي تحب ده ولا تحب ده، وانها متخبطه في حياتها، وان هي ومش عارفه تروح لمين، وده ضحك عليها وده ضحك عليها وده ضحك عليها، ويطلعوها في الاخر ضحيه، ويخلوكي كمان تتعاطفي معاها رغم ان هي اصلا غلطانه، ان حضرتك من الاول كان اختيارها خاطئ، او ان هي لدرجه ان في بعض المسلسلات والافلام كانوا مطلعين واحده ماشيه مع 5 رجاله في وقت واحد عادي جدا، صح. او 6 باين كانوا وقت واحد، وان هي محترمه بينهم، وفي الاخر مطلعها لك مظلومه يعني، فاهماني؟ مطلع لك مثلا الراجل اللي هو الفريش اللذيذ الجميل الطعم الحلو، متجوز وماشي مع 5 6 ستات غير مراته، وان هو صايع ومقطع السمكه وديلها، ومطلعه لك في الاخر البطل اللذيذ الفرفوش اللي هو المفروض يبقى القدوه بتاعتي. دي كارثه. يعني انا اخد من كلامك كده ان الاعلام برضو عندنا مش بيقوم بالدور بتاعه بالظبط. يعني الاعلام فعلا ليه سبب كبير او يد في موضوع الفساد اللي بيحصل ده. ما فيهاش فصال. فين الرقابه بقى على الاعلام وفين الحاجات؟ للاسف يا فندم احنا دلوقتي بقى يلزمنا موضوع الفلوس. هعمل الفيلم ده بالكيفيه ده هتجيب لي فلوس، يلا ننتج. هنعمل الفيلم ده بالقواعد والقيم والمبادئ دي، يلا يا عم انتج. مش هيجيب فلوس مش هغامر واحط فيه فلوس. ما دي بقى المشكله. طب في حاجه تمام؟ لسه جايه في دماغي حالا دلوقتي، فين الازهر وفين الدور بتاع الاسلام؟ ما لهمش سلطه يا فندم. مش المفروض ما لهمش سلطه يا فندم. هو بيقولوا هذا حلال وهذا حرام، لكن ما همش سلطه. في النهايه كل واحد حر، تمام؟ فانت عارف الصح والغلط وبتعمله عشان انت عايز تجيب يعني فلوس. يعني متهيألي الحاجات اللي بتنتشر دي بسبب غياب الدين اكتر، ان مش ما فيش. ما هي دي نقطه برضه ممكن اتطرق لها، بس انا هسمعك في حته. انا عايز بس ارجع للسؤال تاني قبل ما انسى. انا قلت لك اول حاجه عندي ان احنا اصبحنا كمجتمع بنتقبل الغلط وبنعتبره عادي وفريش وبتاع، تمام؟ النقطه الثانيه بقى البلوجرز نفسهم. مين البلوجر ده اللي قلبه جامد قوي وجايبه يصور مراته في اوضه العمليات وهي بتولد؟ مين البلوجر الجامد قوي قوي ده اللي مراته كانت محجبه وقلعت الحجاب، هنقول حريه شخصيه مش مشكله ما علينا، بس عادي كده يعني يصورها في اوضه النوم؟ يا عم ده ناقص يصورها في الحمام، انا اسف في الكلمه يعني. ففين يا جماعه يا جماعه ده كان في زمان واحد عربي مراته كانت راكبه الفرس عشان تجيله عشان ده يوم الدخله بتاعتهم، فبعد ما مراته نزلت قتل الفرس. بيقولوا طب ليه؟ قال لهم ما زال مقعدها يعني مكان القعده بتاعتها دافئا، بيتكلم على الفرس يعني، تمام؟ فقتلتها كي لا يشعر احد غيري بدفئها. ايه يا جماعه في ايه؟ فاحنا وصلنا لمرحله ان دول كمان بيتشافوا. انا بقول لك العيب في المجتمع وفيهم ان ايه؟ بيعملوا الغلط، تمام؟ احنا بقى كمجتمع كلنا عندنا الفضول. ايه ده؟ عملوا ايه النهارده؟ صحيوا عملوا ايه؟ كلوا ايه؟ شربوا ايه؟ طفحوا ايه؟ نيلوا ايه؟ هببوا ايه؟ انا اسف في الالفاظ. انا عارف ان انا كده بخرج عن الميثاق الاعلامي وانا اسف جدا. ولكن 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 ايه ده؟ ايه في ايه؟ تمام؟ احنا بنعمل لهم ملايين المشاهدات. النهارده يا فندم منهم احد الاشخاص كان بيبرر في مره ان هو حاول سوري في الكلمه يمشي شمال، انا اسف في الكلمه، مع واحده فسجلت له، فقال لا يا جماعه ده مش صوتي، وانا لما باجي اعمل حاجه بعمل مش عارف ايه وبتكلم ما اعرفش مع مين، واحنا عندنا شغل في امريكا. سيبك انه كان عايز يعمل حاجه شمال، شغل ايه اللي في امريكا؟ راح يعمل دعايه لمحلات مصريين وعرب في امريكا. يا جماعه احنا اللي عملنا للي مش عارف ايه سعر. ايوه بس انا اسف. يعني انت تقصد ان احنا لو الثقافه بتاعتنا اتغيرت ممكن ما يحصلش كده؟ طبعا حضرتك مش هنشوفهم اصلا، اختفت هذه الاشكال. يعني احنا السبب في كل ده. دي حقيقه. طب احنا نعمل ايه عشان نبطل الكلام ده؟ انا واحده من الناس بتضايق جدا من اللي بيحصل ده، وبقيت بزهق قوي من الترندات اللي ملهاش لازمه. من غير زعل، الشعب المصري انا واحد منه، فانا مش بغلط في شعب غريب يعني، بتكلم عن شعب انا حد منه. احنا عندنا مشكله حضرتك ظهرت في الثمانينات والتسعينيات، ان معظم الشباب وقتها الصغيرين اهاليهم كانت بتتركهم اكتر للتلفزيون، كان ده الموضه. زي النهارده احنا بنسيب عيالنا للاسف في الموبايلات. فللاسف كان زمان قبل المرحله دي، تعالي حضرتك شوفي الشاب كده في سن في الخمسينيات او الاربعينات من القرن الماضي، تلاقيه في ثانويه عامه واسد كده وبشنب وبيشتغل. صح. تلاقي ولد من دول لك جامعه اعداديه وبيشتغل ويقدر يفتح بيت ويتجوز ويفتح بيت ومسؤول عن هذا البيت. طب ليه؟ لانه يا فندم كان بيتعلم في البيت اصول ما بتتعلمش النهارده.
يعني ايه مسؤوليه؟ يعني ايه تحافظ على اختك، على بيتك، على كذا على كذا؟ يعني ايه تفتح بيت؟ يعني ايه نتكلم معاك ونتفاهم معاك وناخد برايك؟ يعني للاسف الكلام ده مش موجود النهارده. انا لا ادعي الفضيله، انا عيالي بيلعبوا على الموبايلات ومش عارف اتحكم في الموضوع. كان في ناس في اجيالنا، انا اهلي بصراحه كان في صرامه شويه معايا، كان في حنيه بس كان في حزم. لا اتعلم، هتتعلم، هتذاكر، هتقرا، هتحب القرايه، طب حببوني في القرايه. بصي عملوا كل حاجه عشان فعلا حبيت القرايه والحمد لله رب العالمين، قريت الاف الكتب بدون مبالغه، الاف مش مئات. أيوة. بقى عندي ثقافه الى حد ما بسبب القرايه. النهارده تعالي كلمي اي ولد يا فندم، في حاجه محزناني، في طالب في اولى كليه، يعني سنه تقريبا 18 19 سنه، تمام، بيقول لي يا دكتور شادي هو مجرد سؤال. قلت له قول يا حبيبي. قال لي هو ليه احنا مصر شغله نفسها بالصراع الدائر، حتى ما قالش كلمه الصراع، بالحرب الدائره، او لا عايز اجيب لك اللفظ بالظبط، بالحرب الموجوده ما بين اسرائيل وفلسطين، ما يولعوا في بعض. قلت له ده قضيه يا ابني امن قومي. قال لي واحنا مالنا، احنا بلد بتحارب بلد. قلت له بلد ايه يا ابني؟ يا حبيبي ده اسرائيل محتله فلسطين. قال لي والله ما اعرف. قلت له نعم. فهو حضرتك كان بيدرس التاريخ بتاعه، هو كان بره مصر اصلا، مش لازم نقول الدوله، فالهيستوري او التاريخ اللي كان بيذاكروه هناك وبيتكلموا فيه وكلام من ده ملوش علاقه خالص نهائي بالتواريخ بتاعتنا، فما يعرفش ان اسرائيل محتله فلسطين خالص. ايه بقى انت متخيله؟ دي بقت مشكله اصلا كمان في البلد اللي هو بيدرس فيها. ازاي ده العالم كله عارف الموضوع ده، ازاي انه البلد اللي هو فيها كمان فيها مشكله؟ عرفتي ان هم ليه بقى يا فندم؟ يعني الوقت بيضيع على ايه؟ على الالعاب المختلفه. تمام. الفيسبوك ناخد منه معلومات زي الزفت، بناخد منه معلومات غلط تماما، ما فيهوش، نادرا ما بنلاقي فيه معلومات محترمه وقيمه والى اخره. تمام. خدي عندك بقى نقطه ثانيه بعد اذنك، اسمحي لي اتطرق برضه نقطه ثانيه. انت كلمتيني على الناس اللي بتعرض حياتها على الملأ. تمام. وللاسف في 2 بلوجر بزوجاتهم مكسرين الدنيا عاملين ملايين، فده بقى عامل طموح لناس تانية انهم يعملوا نفس الفكره عشان يجيبوا فلوس. يعني انا في 2 انا اضطريت اتابعهم لما سمعت الناس بتتكلم عنهم، عايز اعرف حقيقه الموضوع ده حقيقي. ناس من الحضيض دخلت في ملايين الفلوس منين؟ من الهواء. اسمعي بقى اتطرق هنا لموضوع تاني مهم جدا، موضوع الترند بتاع عمل النظافه، بدون برضه ما نقول برضه اسمه يعني. تمام. رغم ان انا شايف ان هو شخصيا مع احترامي في الكلمه بالونه، انا في رايي متواضع، رايي متواضع وانا حر في رايي، هو بالونه سهل جدا تفجيرها وبنفرقعها اصلا. تمام. ولكن هو ادى نفسه حجم غير طبيعي، الناس ادت له حجم غير طبيعي. ليه برضه؟ علشان مع احترامي الساده الاعلاميين اللي بيجروا وراه سواء صحفيين او مراسلين او الى اخره، علشان خاطر ياخدوا منه ترند، كمان الناس بدات تبص عليه. ده يعني وصل للمرحله اللي عمل النظافه ده، انا اسفه يعني اني بقطعك، بس وصلت للمرحله ان هو بقى بيطلب، اللي سمعته يعني انه بقى بيطلب فلوس قبل ما يطلع، انا عايز كذا، هو اللي بيحدد الاجر بتاعه. يعني احنا اللي عملنا في نفسنا كل ده يا فندم. هو لو الكلام ده فعلا حقيقي ومش مجرد اشاعات، احنا اللي عملنا في نفسنا كده فعلا. وبعدين يا فندم برضه من ضمن الكلام ان هو لما كانوا جايين بيكلموه بيقول لهم اصل انا اقدر امثل. طب بص اقول لك حاجه يا ابني، اديك بس نصيحه لوجه الله تعالى، التمثيل مهنه مش لكل من هب ودب، التمثيل صعب جدا. انت لو مش مثقف مش هتكون ممثل، لو ما انتش قادر تتحكم في مشاعرك وانفعالاتك وعارف يعني ايه تمثيل ويعني ايه انفعال ويعني ايه انفعال حركي وانفعال في الوجه ويعني ايه حركه الجسد والكلام ده كله، مش تبقى ممثل. حضرتك ما بتقراش كويس وتقدر تستخرج الشخصيه وتشوف ايه اللي وراها، مش تبقى ممثل. التمثيل اصلا مهنه صعبه جدا، فمش اي حد يقول لك اصلا ابقى ممثل. وكان هيطلع يعمل اغنيه على فكره. لا فعلا ده اتصورت بالفعل، اتصورت بالفعل يعني. تمام. طب انا اغني بقى، انت عارفه كلمتي؟ ايوه انت عارفه هي حافظه يا لا انا معاك. لا بجد صوتك احلى منه. انا اسف يعني. تمام. الترند. طب في ترندات ثانيه استاذنك عارفاها؟ في ترند بقى يعني، في ترند بجد بقى مخليني متضايقه جدا جدا جدا. ايه الناس اللي بتطلع تهاجم الشعراوي؟ هو الشعراوي ايه اصلا عشان يهاجموه؟ الشعراوي ده حاجه كبيره جدا، ما ينفعش ان احنا نهاجمه. بص يا ستي، بيعملوا يعني معلش يعني الراجل لو كان عايش لحد دلوقتي عايزين يعملوا سوري يعني زي ما بيقولوا ترند على قفاه بالظبط. بص بس دي حاجه ما ينفعش نتكلم فيها. الشيخ الشعراوي رحمه الله، اقول لك حاجه، ديننا يا ستي ما فيهوش اصنام بنقدسها، ولكن الشيخ الشعراوي مشكلته رحمه الله عليه، شو مشكلته ان كان عقله يوزن بلد، وانه كان غزير العلم، وانه كان قادر يرد على كل هؤلاء البشر وكل هؤلاء المدعين للعلم وكل هؤلاء المدعين للدين وكل وكان وسطي. يعني حضرتك تسمعي له النهارده تستفيدي من اللي كان بيقول، انه كان بيقول علم، صح. كان بيقول علم. تمام. فتلاقي النهارده حضرتك بعض الجهابذه اللي هم يعني قولا فقط لكن فعليا هم مش جهابذه ولا حاجه، بيحاولوا يهاجموا الشعراوي عشان ياخدوا الترند، ياخدوا اللقطه. ليه؟ الشعراوي خلي بالك برضه بيخوفهم، لان الناس بدات ساعات تسمع الشعراوي بقى لها فتره. الشعراوي ما فيش حد مالى مكانه،
فبيسمعوا له وبيلاقوا اراءه وسطيه وبيقربهم اكتر من الدين. اصحاب الاغراض الدنيئه بيكرهوا الكلام ده، لان شغلهم هيبوظ لو الناس قربت من الدين. فاهمه قصدي؟ الناس مش هتركز مع الفضيحه، يبقى ما فيش ترند. الناس مش هتركز معاهم عشان ما عندهمش حاجه قيمه يقولوها. الكلام يقولوه مكرر، بيبيعوا كلام هوا على الفاضي. فكل الكلام ده ان هم يجوا زي حد زي الشيخ الشعراوي ان هم يعملوا عليك كده ويطلعوا يهاجموه بالطريقه دي مهزله بجد. يا فندم كل الناس اللي بتعرف تتكلم وعندها قدر من العلم مع قدر من الشرح ممتاز يقدر يشرح للناس، زي مثلا الشيخ عبد الله رشدي. هو هوجم من طوب الارض ليه حضرتك؟ لان عبد الله رشدي قادر يتكلم صح وقادر يقول مع احترامي قد اختلف معاه في بعض القضايا، بس الفكره انه كان قادر يوصل كلامه بقوه، ووجدوا مثلا فيه ان هو ما فيهوش غلطه. يعني ما فيهوش غلطه هنقول بقى اللي هو المعمم واللي عامل كده ومش قادر وبيكح ومفيش صحه، لا ده الولد رياضي، شاب رياضي بسم الله ما شاء الله، وبيلعب في الجيم وبتاع وجسمه وعضلاته، وفي نفس الوقت بيتكلم بقال الله وقال الرسول. مش دي الصوره اللي تخوفهم، لانهم كانوا بيصدروا ان الدين عكس الكلام ده. فلما لقوا في شاب عنده هذه الصفات بهذه القوه وفي نفس الوقت الجساره في الرد ولا يخاف الا الله، خافوا منه جدا وبقى بالنسبه لهم رعب جامد جدا. عشان كده لو حضرتك تخلي بالك البرامج بطلت تجيبه، صح، قفلوا عليه الميه والنور. ليه؟ ده ممكن يبقى الشعراوي الجديد، نخاف بقى. يعني دلوقتي انا افهم من كلامك كده ان الموضوع مش موضوع الناس الصغيره اللي بينزلوا حاجات على الفيس والسوشيال ميديا، ده الموضوع اصلا في ايد كبيره هي اللي بتحرك الناس دي. يا فندم في منتجين، ما بقولش كلهم بس معظمهم مهتمين بالمال وبس، في بعضهم محترم. والدليل على ذلك ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ادى اوردر ان الفيلم بتاع الممر الدوله تتبناه. ليه؟ لان الدوله محتاجه حاجه محترمه تتعمل. فالدوله لما دخلت في الانتاج، وانا عشان ما افتيش ما اعرفش دخلت في الانتاج ازاي، هل بتوجيه معنوي، هل بتسهيل حاجات معينه، هل ان الدوله دخلت بالموضوع ببزنس، انا مش عارف. بس انا قريت الخبر ده وكله، حتى الممثلين نفسهم قالوا الكلام ده، لولا توجيهات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ما كانش الموضوع طلع للنور. الدوله كانت محتاجه الفيلم ده. صح. ولا اخفيكم سرا، انا واحد ببقى قاعد مخنوق بشوف لقطات من حرب اكتوبر، بشوف فيلم زي الممر، بشوف رأفت الهجان، بشوف جمعه الشوان. وهقول سر برضو بعد اذن الدكتور مجدي مصطفى مخرج البرنامج، هو نفسه بيكون قاعد متضايق بيجيب فيلم الممر، هو نفسه قاعد متضايق بيجيب رأفت الهجان. انا بقول له انا شفت رأفت الهجان يجي 100 مره، قال لي انا يجي 500 مره. بقول له طب انا شفت الممر 10 مرات، قال لي انا يجي 50 مره. فعلا انت بتوصل ساعات في مرحله بتلاقي نفسك مخنوق عايزه حاجه ترفعك حماسيه فبتجيبي دي. اظن لو سياده الرئيس كان لاقي الانتاج عدل ما كانش عمل كده. طب الخطاب الاعلامي، مش الرئيس قال يا جماعه الخطاب الاعلامي المفروض يتعدل عن كده؟ صح. رئيس الجمهوريه قال كده، ده معناه ايه في حد ذاته؟ انت عارف يا خالو ان الناس بتقول ان الذوق العام هم عايزينه كده، بس ده طبعا غلط، لان لما فيلم الممر اتعمل جاب اعلى مشاهدات. بالظبط. يعني فعلا لو الاعلام عندنا عمل حاجه كويسه الناس هتطلع لفوق، مش عايزه ان هي تفضل في القاع يعني. تمام. هقول لك حاجه بسيطه جدا نقدر نوضح دي بس بنقطه كده ايه يعني بسيطه شويه. هم بيقولوا الذوق العام عايز كده، عايز الحاجه المتدنيه عشان دي بالنسبه لهم بتعمل فرقعه وبيكسبوا فلوس بسرعه، بيلم فلوسه في ثواني المنتج. لكن لما عملنا حضرتك فيلم ممر حاجه محترمه، ايه اللي حصل؟ الشعب كله شافها، ما تقوليش ان محدش شافها. كله شافها. انا كنت بنزل اروح شغلي، اروح اي مكان كله بيتكلم على الفيلم وجمال الفيلم وطعامه الفيلم وعظمه الفيلم. صح الكلام؟ صح. يبقى اذا الذوق العام لما اعرض له حاجه الدنيا فورا في ساعتها بتتكسر. لما تبقى حاجه حلوه دي تتكسر، تبقى دي حلوه. صح. اديكي معلومه معلش، غالبا انت ما تكونيش اتولدت غالبا يا دكتورنا، انا بكلم طبعا الدكتور مجدي وراء الكواليس يعني. لما نزل اغنيه من غير ليه بتاعت محمد عبد الوهاب في حاجه و90، غالبا انت ما كنتيش لسه اتولدتي غالبا. نزلت دي كانوا بيقولوا وقتها الذوق العام عايز اغاني. انا ما بقولش ده حاجه وحشه، انا شخصيا بحب عمرو دياب، بحب ايهاب توفيق، بس وقتها كانت دي الاغاني اسمها اغاني شبابيه او اغاني خفيفه. بيقولوا الذوق العام لا يقبل باغاني ام كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب. عبد الوهاب هو فوق ال 90 سنه تقريبا او قرب ال 90 سنه، عمل اغنيه من غير ليه. اعلى نسبه مبيعات ما فيش منها طبعا. شريط الكاسيت ده كان بزمان ما كانش فيه النت ولا كلام من ده خالص. صح. اعلى نسبه مبيعات شرائط كاسيت اللي سموها بعد كده البومات في التطوير يعني حصلت كانت اغنيه من غير ليه لعبد الوهاب، اللي قعدت يعني المده بتاعتها طويله جدا واغنيه دسمه واغنيه قويه جدا والحان غير شبابيه زي ما بيقولوا. اعلى نسبه مبيعات. الذوق المصري عالي. احنا ذوقنا لما بقول احنا مجتمع بقى ذوقنا وحش ليه؟ من اللي احنا بنشوفه بقى علينا ركام من التراب. اخدشوا التراب ده يا جماعه، هاتوا المعدن الاصيل. طيب. بتاع الذواقه المصري هتلاقوا المصري كلهم ذواقه. طيب من وجهه نظرك بقى كده المتواضعه الجميله دي كده، انت تشوف ان احنا نعمل ايه علشان نخلي الذوق ده يطلع اكتر او يبقى فيه كنترول على الاعلام شويه، ما يديناش الحاجات السلبيه قوي دي؟ هقول لك حاجه. اول حاجه يا ريت بقى نخلص من موضوع الهيئه بتاعه الاعلام ده ونعمل وزاره اعلام تاني، ندي الاعلام وزنه.
ويكون لها وزير اعلام محترف يعني فاهم يعني دارس يعني عارف الاعلام عايز ايه، ويكون وطني يعني يكون له هدف انه يرتقي بالذوق العام. ونخليها انا على حد علمي ان هي مش وزاره سياديه، لا اعرف ان الداخليه والخارجيه، لا انا اسف هي سياديه، الداخليه والخارجيه والاعلام والقضاء سياديه يعني تتبع رئيس الجمهوريه مباشره، تمام؟ والدفاع طبعا. فلازم حضرتك تظل كما هي تبقى يعني تبقى وزاره سياديه تبع رئيس الجمهوريه مباشره عشان تاخد اعلى اهتمام من الدوله، مفيش اعلى من الرئيس. كده بقى نبتدي بقى نمشي صح، دي اول خطوه. اجهز بيتي الاول، اجيب الناس المحترفين الوطنيين اللي عايزين فعلا يفيدوا البلد، ابتدي سعادتك اشوف السوق مش عايز ايه، لا ابتدي اشوف السوق اغزوه ازاي، تمام؟ هنعمل الحاجات الوطنيه الناس بتحبها، الناس بتحب الافلام الوثائقيه الحربيه اللي هي في صوره دراما، مش هعمله فيلم وثائقي صرف، مش بهذه الطريقه القحه يعني، لا اشتغل بالطريقه اللي هي فيلم زي الممر، فاهمه قصدي؟ ايوه. كل الحاجات دي لازم ابتدي انتج هذا الانتاج، والانتاج ده بيشتغل بيجيب فلوس على فكره، الناس هتخش له السينما ال هنكسر الدنيا اذا ربنا ييسر الحال. ولكن يا جماعه تصدق النوايا، وزي ما قلت لك تبقى وزاره تبقى تحت اشراف رئاسه الجمهوريه، نشتغل صح، اللي يمسكوها يكونوا وطنيين، تفكيرهم نحو الذوق العام يرتقي. كده هنكون وصلنا لنهايه حلقتنا، بس انا هسيبه هو ينهي علشان ما يضربنيش بعد يا بنتي كملي، ما انت خدتي لا خلاص والله يا جماعه ما فرقتش يا جماعه. كان معاكم منى السعيد، حسبنا الله ونعم الوكيل، وشادي غانم خاله شادي غانم من بيت الخال، خدت البرنامج، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اشوفكم على خير في الحلقه الجايه.